حبايبي الحلوين عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنكمل جولتنا اللي بدأناها في سوق السبت او سوق ديانا. عايزه اقول لكم ان السوق ده من احلى الاماكن اللي ممكن تنزليها. عايزه اقول لكم برضه انك حتى لو نزلتي وما اشتريتيش حاجه فانت هتبقي مبسوطه ان انت روحتي مكان زي ده، لانك هتروحي مكان جديد، هتشوفي معروضات جديده، حاجات اول مره تتفرجي عليها. فبالنسبه لي كان فسحه حلوه جدا ومكان حلو قوي، وهنشوف النهارده حاجات مع بعض غريبه جدا. واغرب حاجه ممكن تشوفيها الفرش اللي هوريهولك دلوقتي. الفرش ده يا جماعه فيه حيوانات متحنطه. تمام، يعني هي حقيقيه، مش انها بلاستيك او منظر، لا دي يعني مثلا لو في فرخة او بطة او وز او كده بريشها صح، يعني كأنها صاحية بجد لكنها متحنطة. تمام، هتقولي هنستفاد ايه؟ هقولكوا اتفرجوا مش هتخسروا حاجه. ده غير ان مثلا لو حد عنده جاردن او حاجه في بيته حابب يحط حاجه زي كده كديكور، يحط الديك ده، يحط الوزه، يحط جنبهم البيضه اللي هي محطوطه زي بيضه النعام دي. يعني في ناس غاويه الحاجات دي. ده غير بقى ان في كتاكيت صغيره، يعني عايزه اقول لكم ان كتكوت البطه الصغير ده 850 جنيه الواحد. الديك مثلا 8000. فاهمني؟ الحاجات الاسعار كلها بتبدأ من 400، لكن ما عدا الكتاكيت الصغيرين اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول، اللي هي البطه والوزه الصغنطوطين دول. بصوا كمان في ايه، في حاجات كتير وحيوانات وحاجات غريبه جدا. أنا لاول وهله كده قلت لا دول مش حقيقيين، بس لما مسكت حطيت ايدي كده على ريش الديك لقيته فعلا حقيقي. استغربت، فالراجل بقى فهمني، قال لي ان دي حاجات هو بيحنطها. بس اول ما قال لي بيحنطها خطر في بالي سؤال كده، قلت له هو مش سر التحنيط ده بتاع الفراعنه ولسه لحد دلوقتي ما اكتشفوهوش؟ بكل براءه كده راح قال لي لا، العبد لله بيشتغل في الحاجات دي. مش عارفه صحيح، انتوا لو عندكم معلومات قولولي. هم مش احنا خدنا في المدارس ان لحد دلوقتي محدش اكتشف سر التحنيط؟ هو بيقدر يعمل كده ازاي؟ وازاي بتفضل محتفظة بريشها وبشكلها وبخطواتها حاجات غريبة الصراحة. لو حد عنده اي معلومة فعلا والله العظيم انا مش عارفة، هما فعلا اكتشفوا سر التحنيط وانا اللي مش عارفة ولا ايه؟ بالمناسبة لو حد برضه حابب يتواصل معاه او عايز رقمه او عايز يشتري منه حاجة زي كده، الكارت بتاعه اهو، ولو حابين قولولي اكتب لكم برضه الرقم في الكومنتات. ممكن توقفوا الفيديو وتاخدوا سكرين لو انتوا عايزين يعني. تمام، هو عنده محل في السيدة عيشة بيبقى شغال فيه على طول. في ده فرش من ضمن الحاجات الغريبة اللي شفتها. في كمان حاجات حلوة قوي، يعني مثلا زي الفرش ده عليه اجهزه قديمه والات كاتبه. وهتقولي برضو في ناس ممكن تقولك الحاجات دي قديمه وملهاش لازمه، لا، كل حاجه في السوق ده ليها اللي بيشتريها، وبالدليل انهم بيفرشوا كل اسبوع على نفس المنتجات تقريبا. انا عجبني قوي التليفون ده، في حاجات طبعا اثريه وقديمه وتليفونات كبيره والتليفون بتاع دوار العمده بتاع زمان والحاجات دي كلها موجوده، بس ده عجبني قوي وشايفه ان هو ينفع في البيوت دلوقتي بشكل حلو. قال لي ب 750 جنيه، الصراحه السعر اوفر قوي. في واحد تاني عجبني في اخر الفيديو هتشوفوه ثمنه 250 جنيه، سعر عادي ومش مبالغ فيه، وفي نفس الوقت الماتيريال تحفه وبرده قديم، يعني حاجه قيمه وقديمه. تمام، نيجي بقى ل بصوا بيستهويني قوي الساعات وفرشات الساعات، بس طبعا الفرش ده عباره عن ميكس. الساعه دي قالت لي ب 200 جنيه على فكره، مش ساعه يعني سعرها مش واو، لانها برضو تقريبا مش اوريجينال زي الساعات اللي شفناها في الجزء اللي فات. تمام، وبقى الناس اللي غاويه الشمعدانات وشغل الحاجات اللي بتتعمل هاند ميد بالنقشه على الاطباق النحاس والفضه والستانلس. على فكره في فرشات فضه بس موجوده في السوق، يعني السوق ده كبير قوي وجميل الصراحة. لو حابين اقول لكم العنوان، بتطلع من محطة مترو العتبة، الطلعة بتاعة شارع الجمهورية. مجرد ما تطلعي من المحطة هتمشي بتاع 3 متر في اتجاه بنزينة كده، هتاخدي شمال هتلاقي الشارع اللي فيه سينما ديانا. حوالين السينما والشوارع الداخلية وقدام القهاوي وعلى عربيات كل الفروشات موجودة، رفايع كتير جدا. بس اهم حاجة تخلوا بالكم، لو انتوا هتشتروا من التحف والانتيكات والحاجات الهاند ميد والحاجات النحاس والحاجات تكونوا فاهمين فيها كويس. ليه فاهمين فيها كويس؟ عشان الاسعار تبقوا عارفين رينج السعر بتاعها من كام لكام. ماشي،
مثلا انا لقيت الهاند بلندر ده على فرش. يعني انتوا عارفيني انا كست بيت بيشدني اكتر الحاجات اللي ممكن نستفاد بيها في بيوتنا كسيدات بيوت. يعني شدني خلاط، بوتاجاز، هاند بلندر، مش عارف ايه. ماليش قوي في شغل النحاس والفضيات والحاجات دي، بس انا بعرض لكم كل حاجه. المهم سألت على الهاند بلندر قال لي 150 جنيه، فاستغربت السعر. بس هما يعني هو تقريبا مش براند يعني. 150 جنيه، واعتقد لو قلتوا 100 ممكن تاخدوه. فده بقى يعني، وعلى التجربة على فكرة بتجربيه يعني، قال لي هجربهولك لو عايزة. بصوا بقى شغل الفازات بقى، والاباجورات اللي هي ممكن تركبي لها الطربوش بتاعها واللمبة، حاجات من التحف والنوادر. عايزة اقول لكم السوق ده من احلى الاماكن اللي ممكن تنزليها فعليا. وزي ما قلت لكم لو ما اشتريتوش هتتفسحوا هتتفرجوا. اولا ظل، مش شمس خالص، مش مكشوف. تمام. بالمناسبة السجاد، انا عايزه اقول لكم انها قالت لي السجاده ب10,000 جنيه اللي هي وراها على العربيه دي. تمام. واللي في الارض اللي قدامها دي ب8. فطبعا ده سجاد بقى من الحاجات برضو اللي هم زي برضو بيقولوا عليها من النوادر، الحاجات التحف القديمه في نفس الوقت بتعيش. بس السعر الصراحه اوفر قوي يعني. بس برضو الحاجات دي ليها ناسها يا جماعه. وزي ما هي معروضه في السوق على الرصيف وسعرها غالي كده، زي ما بتلاقي اللي يشتريها على فكره. الكوتشيات اللي قدامكم دول اسعارهم بتبدأ من 750 جنيه لحد 1200 جنيه. تمام، على حسب طبعا المقاس والستايل والبراند كمان. عجبني قوي الكرسي ده. الكرسي ده شغال على ميكانيزم يا جماعة تحفة، كرسي هزاز. حلو جدا الصراحة. الراجل قال لي ب3000 جنيه. بس انا عايزة اوريكم هو شغال ازاي. هوريكم دلوقتي الميكانيزم اللي هو شغال عليه وهو بيتحرك بجد حلو قوي. طبعا الفرش بتاعه مليان تحف وانتيكات واطباق وفازات. بصوا يعني روحوا اتفرجوا، بس انزلوا كده السوق، اتمشوا وغيروا جو وشوفوا الحاجات دي، يمكن تلاقوا حاجة تكونوا محتاجينها وتشتروها. تمام. بصوا هوريكم شكل الميكانيزم بتاعت الكرسي قد ايه حلو. بصوا كل ده بيتحرك يا جماعة لما تزقيه كده. كل الاجزاء اللي تحت دي بيبقى بتتحرك بشكل معين. بصوا تحفة تحفة بجد. وخشب زان، بس سعره اوفر شوية برضو، بس ده راجع للشغل بتاع الكرسي نفسه. ماشي. ده غير انه قديم، يعني كلمة قديم دي بقت بفلوس النهاردة. ده فرش بتاع موبايلات. ماشي. شدني قوي ان الموبايل جديد جدا. قال لي ده ب1500 جنيه، تحس ان هو طالع من الكرتونة دلوقتي. بس معرفش هل ممكن حد يشتري موبايل او ساعة او لا، ما علينا. لو ساعة عادية انا بتكلم عن الساعات اللي معاه اللي هي التاتش السمارت اللي معاه دول. هل ينفع حد يشتريهم من الشارع؟ ده اللي بقى اشك فيه. وانتوا برضو قولوا لي ايه رأيكم. هل ممكن لو لقيتوا مثلا موبايل سعره كويس وانتوا محتاجينه ممكن تشتروه ولا لا؟ يعني معرفش. انا مثلا اخاف انه يبقى شغال ويروح البيت يعطل او يقف او اي حاجة، فتضطري بقى انت خلاص مش عارفة تعملي فيه ايه. وما اعتقدش ان هو ممكن يتعرف عليكي لو رحت له الاسبوع اللي بعديه وقلت له انا واخده منك، هيقولك ما انت عملتي فيه حاجة او كده. فبرضو قولوا لي رأيكم. شغل بقى النحاسيات بتاع عم محمود اللي هو يعني مشهور جدا على النت. كل الشغل اللي معاه نحاس ومعاه كميات كبيرة جدا من الشغل. بالمناسبة يا جماعة الناس دول ما بيرضوش يقولوا اسعار الحاجات دي خالص غير للي هيشتري فعليا بجد، اللي ناوي خلاص هيخلص في الحاجة دي. انا عايزة اقولكم ان انا شايفة كومودينو نحاس، معرفش ليه. يعني ليه كومودينو يبقى نحاس؟ ايه كمية النحاس دي؟ انا مش عارفة. والناس ممكن تستخدمه ازاي او تستعمله ازاي؟ مش عارفة. لكن طبعا بقى الغزالات القمر اللي انتوا شايفينها دي والحاجات الديكورات اللي ممكن الناس اللي بتحب تعمل ستايل بيوتها بالشكل ده مالية الدنيا. عايزه اقول لكم برضو ان السوق يا جماعه معظم او هقول لكم لو اكتر من 75% من رواد السوق ده مش مصريين، اجانب. اكتر من 75% من الرواد او الناس اللي بتنزل السوق ده اجانب. بصوا دي ايه دي بقى؟ يعني دي بيحطوا فيها ايه؟ بيعملوا فيها ايه؟ دي دعسوقة وظهرها ده كلها نحاس وظهرها بيتفتح كده. وده بقى هون كذا شكل للهون، اكسسوارات من النحاس. بصوا دي عربية
وصاحب الفرش فارش على عربيته، يعني صاحب الحاجات دي فارش الحاجات بتاعته على عربيته. ومن ضمن برضو خلخال اللي هو التخين الفضة ده والنحاس، حاجات كتير اوي الصراحة. أنا هنا قدام السينما، ده الشارع الرئيسي للسوق، كل الشوارع الداخلية يمين وشمال وكله كله كله مفروش بنفس الشكل، كل الشوارع مفروشة بنفس الشكل. بالمناسبة الناس اللي بتحب الحاجات القديمة زي الراديو الخشب والحاجات اللي بترجعها لزمان دي، كل ده موجود في السوق. لو انتوا حابين او عايزين تشتروا حاجات زي كده، السوق مليان الحاجات دي. كان واحدة حبيبتي برضو سألتني على الراديو الخشب سعره كام، انا لسه منزلتش تاني، ان شاء الله ربنا ييسر وانزل يوم السبت، اللي هو يعني الفيديو ده لو نزل لكم يعني هيبقى بعد الفيديو ده، تمام؟ يعني لو نزل لكم مثلا الجمعة او الخميس، انا هنزل ان شاء الله السبت واصور لكم برضو تاني، لان انا فعلا عجبني السوق جدا، وبالنسبة لي كان مكان مريح نفسيا جدا. تمام. كل المعروضات ميكس ما بين القديم والجديد، لكن حاجات بسيطة، كل فروشات بسيطة كده ممكن تلاقوا عليها زي فروشات الوكالة بتاعت سوق الحد وسوق التلات، اللي هو ممكن تلاقوا عليها رفايع اجهزة المطبخ زي هاند بلندر، خلاط، كبة، مطحنة، بوتاجاز سطحي، سخان، مش عارف ايه. هتلاقوا الحاجات دي موجودة، بس مش بكميات كبيرة، لكنها موجودة. والسوق مش كبير قوي، يعني لو لفتوه لفة كده ساعة واحدة بس تلف السوق كله كله وتشوفي ايه اللي انتي محتاجاه. والناس اللي عايزة، يعني علقتولي كتير جدا على الساعات في الجزء اللي فات. الساعات دي يا جماعة مالية السوق حرفيا، بين كل فرشة والتانية هتلاقوا فاترينة ساعات وفرشة ساعات ونضارات وحاجات تانية كتير. لو شايفين برضو هنا في مكوة، في ريسيفرات، في فرن اللي انتوا شايفينه ده اللي هو الصغنطوطي الابيض ده. في بقى حاجات كتير جدا موجودة في السوق، والاسعار متفاوتة جدا، يعني بيفصلوا بس مش بشكل كبير، او مش بتنزلي مثلا نص التمن، لا، يعني مثلا لو قالك 400 تمشيها 300 وهكذا. فهمتوا قصدي؟ حد يقولي الدوارق الكبيرة البيضة دي بتاعت ايه؟ يعني كمية كبيرة قوي منهم، زي مش دورة، اسمه ايه مش عارفة اسمه، ابريق ابيض كده، يمكن 10-12 ورا بعض، وجنبهم كوبايات بيضة برضو. بالمناسبة المكن الخياطة ب500 جنيه الواحدة، ماشي، هما 3 كده ورا بعض، قال لي ب500 جنيه الواحدة. بس ده برضو المكن القديم، بس في نفس الوقت هو يمشي الحال لو حد عايز يصلح حاجات. واحدة بتعرف تخيط بس ما عندهاش مكنة تاخدها تصلح بيها، تشتغل عليها وهكذا. كل اللي شايفينه ده قدامكم برضو حاجات تنفع للديكور، وفي نفس الوقت ممكن تستخدم، لانها كوبايات بالصواني بتاعتها من النحاس ومن الفضة ومن الستانلس ستيل. فكل ده موجود في السوق. التلفزيونات الكبيرة القديمة دي معرفش ممكن حد يشتريها ولا لأ، بس هي موجودة وبكميات كبيرة جدا في السوق. ده برضو فرش للساعات، عايزة اقول لكم عنده كمية كبيرة جدا من الساعات، الحريمي والرجالي. هوريكم حاجة كده من الضمن عجبتني، ساعة كده، فسألته على سعرها قال لي 400 جنيه، وبرضو بتفصلوا، يعني بصوا رقيقة وشيك اوي الصراحة. وبالمناسبة هم كلهم شغالين، مفيش حاجة فيهم عطلانة، ولو في حاجة هو بيعملها. تمام. عشان في اخر الفيديو هوريكم ساعة عجبتني قوي قوي قوي، بس ما كانتش شغالة، لان الراجل اللي كان بيبيعها ما كانش بتاع ساعات، هو كان اكسسوارات بشكل عام، وكانت دي من ضمنهم. فلما لقيتها مش شغالة خفت، قلت طب ساعة هعمل بيها ايه وهي مش شغالة؟ فقال لي بقى ان في السوق ناس ده شغلهم تغير لك الازازه بتاعت الساعه وتشغلها وتعمل لها صيانه وكل حاجه. في ناس في السوق بيصلحوا الساعات، لو انتوا عندكم حاجات عايزين تصلحوها ممكن تاخدوها معاكم وانتوا نازلين يصلحوها لكم، وتتمشوا بقى في السوق وتتفسحوا وتتفرجوا على الحاجات الجميله اللي موجوده في سوق ديانه. كل يوم سبت عند سينما ديانه في العتبه او في وسط البلد بوجه عام. خلي بالكم يا جماعة، محطة مترو العتبة دي عالم لوحدها، كل مخرج بيوديكي مكان تاني خالص. يعني لو خرجتي من العتبة، المخرج بتاع الجراج اللي هو باتجاه عدلي منصور، انت كده رحتي عند جراج العتبة ومول صدناوي والسنترال وكل محلات وفروشات ومكاتب العتبة في الاتجاه ده. طيب لو خرجتي اتجاه شارع الجمهورية هتروحي سوق ديانة اللي احنا فيه دلوقتي. فكل مخرج في محطة مترو العتبة هيوديكي دنيا تانية خالص. فركزوا كويس في الحتة دي، واعرفي وانتي في المحطة، لو انتي مش عارفة تطلعي انهي طلعة، اسألي الناس اللي في المحطة،
تقول له انا عايزه اطلع مثلا الحته الفلانيه، هيقول لك اخرجي من هنا او من هنا او من هنا عشان ما تتوهوش يا جماعه. تمام. هوديكوا بقى دلوقتي شارع تاني خالص اهو، برضو في كل المعروضات. وبالمناسبة في مكان حلاقة كتير جدا، في تليفونات اللي هي عدة التليفون الارضي بكميات كبيرة قوي واشكال مختلفة وباسعار متفاوتة. تمام. وكل مكان قديم قوي، كل مكان سعره اغلى قوي قوي. تمام. الناس برضو اللي عايزة تشتري مثلا فازات، عايزة تحط ديكورات للبيت، هتلاقوا الحاجات دي بكميات كبيرة في السوق، بس على حسب الستايل اللي انتوا عاوزينه. كل الفروشات عليها كل الاحتياجات اللي انتوا محتاجينها، بس مش لأساسيات البيت، ده كلها تعتبر ديكورات على حسب بقى انتي وذوقك عايزة ديكور بيتك يبقى عامل ازاي. معرفش ليه لفت نظري الشامبر ده، عشان قديم كده وكبير، فحسيت انه ممكن لو حد خده يعمله نضاره نظر، بس كبيرة قوي. شايفين كمية الراديوهات القديمة اللي موجودة في السوق؟ كمية كبيرة جدا، والعجيبة انك بتجربيه وبيشتغل. يعني في ناس كتير جدا كان بيقول لهم انا هجرب لك اللي انت عايزه، وبيجربوهم وبيشتغلوا. كمان الساعات اللي انتوا شايفينها دي، كل خطوتين هتلاقوا فرشة زي دي، سواء واحد بيصلح زي الراجل ده بيصلحهم، او ساعات عادية بتتباع. الساعة دي قال لي عليها ب300 جنيه، برضو شدني شكلها وعجبتني. اسعارهم يا جماعة بتتفاوت من الميات للالافات، عادي جدا. تمام. زي ما وريتكم مثلا في الجزء اللي فات، كان في ساعات بتوصل تمنها ل7000 جنيه، فده طبعا ناتج ان هي براند او مستوردة من مكان ما، فهمتوا؟ فعلى حسب طبعا البراند بتاع الساعة بيكون سعرها، او على حسب طبعا هي منين، ياباني ولا صيني ولا سويسري، على حسب. تمام كده. احنا كده حلوين، تقريبا خلصنا الفيديو بتاعنا. اتمنى انه يكون عجبكم واستفدتوا منه وتفسحتوا معايا. وما تنسوش تحطوا لايك. دي الساعة اللي كنت بحكي لكم عليها، قديمة جدا، عجبني ستايلها قوي، ولكن مش شغالة. قال لي ب100 جنيه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وجولة جديدة. مع السلامة.